هنتكلم في الفيديو ده عن الخصوبة عند الرجال. ايه اكتر مشكلة بتواجه الرجال في الخصوبة؟ حركة الحيوانات المنوية الضعيفة ولا عددها القليل؟ في الفيديو ده هعرفك على الحلول الطبيعية اللي ممكن تعملها عشان تزود الخصوبة، فما تسيبش الفيديو ده يعدي عليك عشان الكلام اللي هقوله ده مهم جدا. طيب ايه المشاكل اللي بتواجه الرجال في الخصوبة؟ اول مشكله هي مشكله الحركه، يعني الحيوانات المنويه مش بتوصل للبويضه بسهوله، اما علشان حركتها ضعيفه او فيها تشوهات. المشكله الثانيه هي مشكله العدد، يعني عدد الحيوانات المنويه قليل جدا ومش كفايه علشان يحصل انجاب. ناخد اول مشكله هي مشكله الحركه بتاعه الحيوانات المنويه. ايه اللي بيأثر على حركه الحيوانات المنويه؟ اول حاجه التشوهات، يعني الحيوانات المنويه مش بتكون مكتمله بالشكل الكافي، حركتها بتكون بطيئه وما بتقدرش توصل للبويضه. اما الحاجه الثانيه اللي بتاثر على حركه الحيوانات المنويه هي لزوجه السائل المنوي. لو السائل المنوي لزج زياده، الحيوانات المنويه مش هتقدر تتحرك بسهوله، مش هتقدر توصل للبويضه ومش هيحصل تلقيح. طب ازاي نعالج المشكله دي؟ عندك 3 فيتامينات اساسيين لعلاج مشكله ضعف حركه الحيوانات المنويه. اول فيتامين هو فيتامين سي، وده موجود في البرتقال والجوافه وبيحمي الحيوانات المنويه من التلف. تاني فيتامين هو فيتامين اي، وده موجود في اللوز وموجود في السبانخ، وده بيحسن حركه الحيوانات المنويه. اما المكمل الثالث هو الاوميجا 3، موجود في السمك وبيحسن تدفق الدم وبيقلل لزوجه السائل المنوي. طب ايه اللي بيقلل عدد الحيوانات المنويه؟ عدد الحيوانات المنويه هي التغذيه السيئه والاكل اللي مش صحي اللي بيأثر على انتاج الحيوانات المنويه. تاني حاجه التدخين، لان التدخين بيقلل عدد وجوده الحيوانات المنويه فبتطلع مشوهه وعددها قليل. طيب ازاي نزود العدد؟ لازم نبعد عن التدخين ونظبط الفيتامينات الاساسيه اللي هتزود عدد الحيوانات المنويه. اول حاجه الزنك، وده موجود في اللحمه الحمراء والكبده وبيزود انتاج الحيوانات المنويه. تاني حاجه حمض الفوليك اللي موجود في الخضروات الورقيه وده بيقلل التشوهات. تالت حاجه السيلينيوم اللي بيحافظ على جوده السائل المنوي. ولو عايز علاج من الصيدليه يكون فيه كل الفيتامينات اللي قلتها لك دي، فالكارنيفيتا ادفانس موجود فيه 12 عنصر من العناصر الخاصه بالخصوبه عند الرجال، وده عباره عن 30 كيس، بيتاخد كيس على كوبايه ميه كل يوم بعد الفطار. كمان ممكن تاخد السيلينيوم ACE، ده فيه مجموعه الفيتامينز الاساسيه اللي بتزود العدد وبتقلل التشوهات. كمان الاوميجا 3 بلس ممكن تاخد منه كبسوله كل يوم بعد الغداء، وده هيزود تدفق الدم للخصيه وهيزود انتاج الحيوانات المنويه، كمان هيقلل اللزوجه بتاعه السائل المنوي فهتخلي الحيوانات المنويه توصل اسرع للبويضه. الثلاثه دول استخدمهم لمده 3 شهور وروح اعمل التحليل بتاع سائل منوي تاني وان شاء الله هتشوف الفرق. لو عندك اي استفسار سيبهولي في التعليقات وانا هرد عليك في اسرع وقت. والف سلامه على الجميع.